الأول الفرنسي على رأس وفد وزاري يتكون من 12 وزيرا في الاجتماع الرفيع المستوى المغربي الفرنسي. اتفاقيات توقع في الدورة 15 للجنة العليا، مباحثات ثنائية بين ضيوف الرباط والوزراء المغاربة. من الرباط من أمام مقر وزارة الخارجية ينضم إلينا جاد أبردان بعد قليل. ضيف الملف في البلاتو بدر زاهر الأزرق. بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، المغرب ينضم رسميا إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة، والخطوة تعكس التزاما مغربيا ثابتا بدعم القضية الفلسطينية. بالرام الله ينضم إلينا محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. أوناين تلاتني يعقوب أجوكاك، الحوز يقاوم ألسلة النيران، تعبئة قوية لمختلف المصالح لإنقاذ الغابات وحماية السكان في ظل صعوبة التضاريس الجغرافية وارتفاع في درجات الحرارة. من هناك ينضم إلينا مراسل القناة سفيان بوعزاوي بعد قليل. إذا كان لديك ميسي فقد لا تحتاج ربما لخطة. ميسي أعاد الأرجنتين من بعيد أمام الإنجليز، ويعبر بالتالي للمرة الثانية تواليا إلى النهائية، وفي النهائي يواجه من حمله رضيعا قبل 19 سنة في إسبانيا. يمين يمال والمواجهة هذه المرة في الميدان في نيويورك. البقية معك أسامة عبدي بعد قليل في ظهيرة المونديال. أهلا بكم. في سياق يتبعه زخم دبلوماسي قوي وإرادة مشتركة أقوى تنقل الشراكة بين الرباط وباريس من منطق الاستثناء إلى المثالية. في مرحلة التنزيل اليوم البلدان يتجهان بثبات وبثقة نحو إطار جديد للتعاون يتسم أكثر فأكثر بروح الإبداع وببعد استراتيجي وبنيوي. الرباط الوجهة الخارجية الأولى التي اختارها الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكارنو منذ توليه الحكومة. ضيف الرباط عقد جلسة عمل اليوم مع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش. محمد بوبكر، أسامة غرامي من الرباط. من الرباط صفحة جديدة تكتب في سجل العلاقة المغربية الفرنسية. عزيز أخنوش وسيباستيان لوكورن وجها لوجه، لقاء يحمل أكثر من عنوان ويؤكد أن الشراكة بين الرباط وباريس دخلت مرحلة جديدة عنوانها الثقة والطموح المشترك. على طاولة المباحثات ملفات متعددة في مقدمتها التنويه بالموقف التاريخي لجمهورية فرنسا بشأن قضية الصحراء المغربية. نثمن عاليا موقف فرنسا الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وللسيادة المغربية على صحرائه، وهو الموقف الذي أسهم في تعزيز مناخ الثقة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك. على المستوى الاقتصادي، التحت الدينامية التي انطلقت عقب زيارة الدولة الأخيرة التي قام بها فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون لبلادنا تسريع إنجاز عديد من المشاريع المهيكلة في مجالات الصناعة، البنية التحتية، الطاقة المتجددة، اللوجستيك والابتكار والاستثمار المنتج. وفي المباحثات الاقتصاد والاستثمار وصولا إلى الانتقال الطاقي مرورا بالتعاون في مجالات البنية التحتية والابتكار، في سياق يتبعه الزخم الذي تشهده العلاقة الثنائية خلال الأشهر الأخيرة. الوزير الفرنسي سيباستيان لوكورنو وقف عند متانة الشراكة المغربية الفرنسية، مؤكدا أن البلدين دخلا مرحلة جديدة قوامها التعاون في مختلف المجالات. خلال لقائنا الثنائي هذا الصباح تطرقنا إلى مسألة الأمن ومكافحة الإرهاب ومختلف مظاهر زعزعة الاستقرار التي يشهدها العالم اليوم، والتي تستدعي بطبيعة الحال تضافر جهود دبلوماسياتنا. وأخيرا سيمكننا هذا اللقاء من المضي قدما نحو محطة مهمة أخرى ننتظرها بشغف، وهي الزيارة الرسمية لصاحب الجلالة إلى فرنسا، والتي من شأنها أن تفضي إلى إبرام معاهدة صداقة استثنائية وغير مسبوقة تتجاوز في طموحها ومضمونها إطار الشراكة الاستثنائية التي تم إقرارها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية إلى المغرب.
وبعد المباحثات ترأس عزيز خنوش رفقة نظيره الفرنسي أشغل الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي، دورة يؤكد الجانبان أنها تكتسي أهمية خاصة في ظل الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات بين البلدين، باعتبارها آلية لتتبع الالتزامات المشتركة وإطلاق مشاريع مهيكلة جديدة. ومن أمام مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الرباط ينضم إلينا مباشرة جاد أبردال. أهلا بك جاد. إذن حضرت هذا الاجتماع، ما هي أبرز المعطيات وما هي أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم خلال الاجتماع الرفيع المستوى المغربي الفرنسي في نسخته 15؟ سنة، نحن اليوم أمام لحظة دبلوماسية فارقة، عملية وتطبيقية لمستوى العلاقات المغربية الفرنسية. الاجتماع المغربي الفرنسي في دورته 15، الاجتماع رفيع المستوى، ليس مجرد استئناف لآلية مؤسساتية حكومية، بل هو تطبيق عملي للرؤية الملكية التي تحققت في زيارة رئيس الدولة إيمانويل ماكرون للمغرب في أكتوبر 2024. خلفي الآن سنة في مقر وزارة الخارجية 22 وزيرا مغربيا وفرنسيا يوقعون 11 اتفاقية وآلية للتعاون في مجالات استراتيجية عدة، على الخصوص الطيران، النقل، مجالات أخرى كالصحة، التعليم، المجتمع المدني وغيرها. وهي اتفاقيات تجسد تلك الرؤية المتبصرة لجلالة الملك الذي أراد للعلاقات المغربية الفرنسية أن ترقى، وكذلك كان لمستوى الشراكة الاستثنائية. نتحدث عن شراكة استثنائية تجمع اليوم الرباط بباريس، والطموح مشترك، الإرادة مشتركة بنقل هذه الشراكة من منطق الاستثناء إلى المثالية. وهنا دعنا جاد نتوقف عند السياق الذي تعقد فيه اليوم أشغال الدورة 15 للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية. بالفعل سنة، من الاستثناء إلى المثالية. العلاقات المغربية الفرنسية اليوم تشهد دينامية جديدة تعكس الرؤية الملكية، والاتفاقيات التي وقعت اليوم هي امتداد للاتفاقيات 22 التي وقعت في حضرة جلالة الملك والرئيس الفرنسي في أكتوبر 2024. اتفاقيات بواقع 10 مليارات أورو. أقول سنة 10 مليارات أورو، وهو مبلغ ضخم في مجالات استراتيجية ولا سيما المجالات الاقتصادية. على المستوى السياسي سنة، لا بد من الذكر أنه من أكتوبر 2024 إلى اليوم زخم سياسي كبير للعلاقات تعكسه الأرقام. أكثر من 40 لقاء، اجتماع عالي المستوى، على المستوى الحكومي، على مستوى الفاعلين الاقتصاديين، على مستوى المجتمع المدني تحقق. هناك أيضا تطابق لوجهات النظر في مجالات عدة على المستوى الدبلوماسي، سواء ما تعلق بالقضايا الدولية والإقليمية أو أيضا ما تعلق بالثقة. فاليوم نحن اليوم أمام صداقة متينة واقعية بين المغرب وفرنسا تنتقل من الاستثناء إلى المثالية. شكرا لك جاد أبردان، كنت معنا مباشرة من أمام مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الرباط. إذن الوزير الأول الفرنسي يتواجد في الرباط على رأس وفد وزاري هام يتكون من 12 وزيرا هم أعضاء حكومته، من بينهم وزير الخارجية والداخلية ووزراء آخرين. ورأسا لرأس اجتمع عبد الوافي لفتيت مع نظيره الفرنسي لبحث الملفات المشتركة القوية التي تجمع البلدين.
تلا هذا الاجتماع اجتماع ثان هذه المرة مع وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اجتمعت مع نظيرها الفرنسي. ونذكر هنا بأن الطموحات الاقتصادية قوية جدا بين المغرب وفرنسا. فرنسا التي تعد المستثمر الأول بالمغرب برصيد استثمارات أجنبية يتجاوز 8 مليار يورو. تتواجد في المغرب نحو 1300 شركة فرنسية تمثل مختلف القطاعات، مما يجعل المغرب اليوم الوجهة الأولى للاستثمارات الفرنسية في القارة.